ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. لو عندك لفتين جلاش تعالي نعمل مع بعض احلى صينيتين، واحدة بالمكسرات وواحدة بالقرفة. الاتنين احلى من بعض واسرع واسهل من بعض. اولا هنبدأ بالشربات لان احنا محتاجينه بارد. كوبايتين سكر مع كوباية مية على النار لحد السكر ما يدوب خالص. بعد كده هنضيف لهم عصير نص ليمونة ونسيبهم 5 6 دقايق وننزل الشربات. بعد كده الصواني اللي هنستخدمها مقاس 28. ادهنيها سمنة كويس كده، وهاتي الجلاش اقسميه نصين، اللفة نصين. هنحط النص الأولاني وبعدين الحشو وبعدين النص التاني. واحنا بنحط الورق بتاع الجلاش هنحطه بطريقة بسيطة جدا، لا هنقصه على مقاس الصينية ولا حاجة، زي ما انتي شايفة كده. وكل ورقتين حطي سمنة بالفرشة كده بنفس الطريقة. بعد كده هنوصل لنص اللفة هنحط الحشوة بتاعتنا. أنا حشيت واحدة بالزبيب وجوز الهند والمكسرات فستق، بديل الفستق طبعا فول سوداني براحتك. وواحدة تانية حشيتها بالزبيب وجوز الهند والقرفة، معلقة كبيرة قرفة تقلبيها مع الزبيب وجوز الهند وتحطيها طالعة تحفة مع الجلاش. حطيت بقى كده نص اللفة الأول، وبعدين حطيت أهو الزبيب وجوز الهند وشوية فستق. وبعدين هنبدأ نحط النص اللفة التاني بطريقة بسيطة خالص وسهلة خالص، ومش هياخد معاكي فعلا 10 دقايق. حطيت بقى الفستق اهو، بدأت احط النص التاني برضو بين كل ورقة ورقة كده سمنة بسيطة خالص بالفرشة، او كل ورقتين مثلا زي ما تحبي. ولما تقربي بقى من ان اخر اللفة يعني هنبدأ نظبط الوش بتاع الصينية. زي ما هتشوفي دلوقتي هندخل بقى الزيادات بتاعة الورقة لتحت كده بالشكل ده. فهتظبطي بقى الوش يبقى شكله جميل علشان لما نقطعه كده يبقى شكله مظبوط بالشكل ده. ممكن تعملي الطريقة دي مع حشوات كتيرة بقى، تغيري الحشوة براحتك، تعملي بالكاسترد أو بالمهلبية بالقشطة، زي ما تحبي. قطعت بقى على شكل مثلثات كده، وبعد ما قطعتها دهنت بقى الوش بسمنة كويس بالفرشة وندخلها الفرن. هنعمل التانية بنفس الطريقة برضو، هتدهني الصينية سمنة. وبعدين حطيت بقى كده القرفة على زبيب وجوز الهند وقلبته، معلقة كبيرة قرفة على زبيب وجوز الهند. حطيت بقى نص اللفة برضو بنفس الطريقة، بين كل واحدة والتانية كده سمنة. وشايفة الورق بتحطيه بطريقة عشوائية بسيطة خالص كده. ولما توصلي للنص هتحطي بقى الحشوة المرة دي اللي هي الزبيب وجوز الهند والقرفة، وبعدين تحطي النص التاني بنفس الطريقة. الفرن مسخنينه على درجة حرارة 200. هنحطها على الرف الوسطاني. ما تفتحيش الشواية إلا لو لقيتي الوش بتاعها بقى إيه، يعني هي استوت من تحت، الحروف باينة إن هي مستوية من تحت والوش بتاعها لسه ني. افتحي الشواية بس خدي بالك منها لأنها بتستوي بسرعة جدا. خلصنا بقى كده ندخلهم الفرن حوالي 25 دقيقة. طلعت بقى بالجمال ده وهي سخنة والشربات بارد، سقيتها. وبعدين زينت الوش كده بشوية فستق وشوية ورد كده لذيذ، بيدي ضي جميل. الورد الزينة ده بيدي ضي حلو قوي وشكل حلو للحلويات كده. طبعا الحاجات دي يعني ايه، دي اختياري، يعني ممكن تقدميها من غير تزيين بالشكل ده. وتقطعي بقى وتقدميها بألف هنا، طالعة مقرمشة وجميلة في نفس الوقت من جوه، مش ناشفة يعني، مش طرية وحلوة قوي. زودت بقى الشربات كده في طبق التقديم، ورشة فستق كده في الطبق ورشة ورد، وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وبألف هنا وباي باي.